دكتور مقتول وملفوف في ملاية ومدفون داخل العيادة الخاصة به في منطقة الساحل. جريمة بشعة، يعني عملت حالة من الرعب عند أهالي منطقة الساحل. الدكتور أسامة توفيق، طبيب عنده 30 سنة بيشتغل في معهد ناصر، وهو فاتح عيادة عظام وسمعته طيبة جدا في المكان. فوجئ الأهالي في ريحة صعبة جدا وكريهة طالعة من العيادة بتاعته، فبلغوا رجال المباحث وقالوا إن هم شاكين يكون في حاجة في العيادة، خاصة إن الدكتور بقاله أكتر من 4 أيام محدش شافه. بالفعل بعد استئذان النيابة دخلت رجال المباحث لتفاجأ بجثة الطبيب في أحد أركان العيادة، محفور حفرة ومحطوطة الجثة مردومة. تم استخراج الجثة طبعا وانتداب الطبيب الشرعي ليأكد أن هناك دوافع جنائية وراء أو موجودة في الجثة. بدأ رجال المباحث في عمل مسح ميداني لكل علاقات الطبيب وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة منذ دخوله المستشفى بتاع معهد ناصر حتى دخوله العيادة ومقر سكنه، واكتشفوا ان في احد الاطباء من زمايله هو اللي كان اخر واحد التقاه، والنيابه امرت بضبطه واحضاره. ويعني المؤشرات بتقول ان هو وراء هذه الجريمه حتى هذه اللحظه. موقف غامض جدا في الحقيقه. ما زالت عمليات التحريات المباحث مستمره، فحص علاقات الطبيب اللي كان بيتمتع بسمعه طيبه في الحقيقه. النيابة قررت تسليم الجثمان لأهله وتم دفنه زي ما حضراتكم شايفين في الصور اللي بعرضها لحضراتكم دلوقتي. الأجواء من الحزن بتسود قريته هي في محافظة الشرقية، وعائلته وأصدقائه وأقاربه حالة من الصدمة الكبيرة جدا في الحياة. اللي أنا عايز أقوله بس، يمكن أنا كصحفي بتابع الأحداث الهامة والعامة. محدش يأمن لحد يا جماعة. محدش يصاحب حد ما يعرفوش وما يعرفش عيلته ومالوش جذور. انت في المدينة يعني قدر المستطاع تكون علاقاتك محدودة جدا. الناس بقت وحشة، طبع البشر اتغير للأسف الشديد، جرائم كتيرة أقرب الأقربين هم اللي بيرتكبوها. ما تأمنش لحد، زي ما بنقول حرص ولا تخون. خلونا نتابع تفاصيل هذه القضية اللي أصبحت قضية رأي عام وهزت مشاعر المصريين في الحقيقة، خاصة إن طبيب في مقتبل العمر وطبيب ناجح جدا وسمعته طيبة جدا. خلينا نشوف إيه دوافع الجريمة ونتابع تفاصيل الجريمة.